الشيء الأساسي إن عايز تطور من اللغة بتاعتك وتوصل لمستوى B2، مستوى عالي عشان تقدر تحقق الهدف وتقدر تنجح في التدريس. لو هدفك تبدأ بيزنس وتفتح قناة على اليوتيوب، فأنت لازم يكون مستواك عالي في الإنجليش عشان تحقق النجاح والفلوس الكتير. لو ركزت على اللغة وطورت نفسك فيها كل يوم، اللغة هتفتح لك أبواب وفرص ونجاح مهني. صناعة المحتوى المهارة التانية بعد الإنجليش، مهارة أساسية ومطلوبة جدا. ناس كتيرة فاتحة بيزنس وبتدخل فلوس من صناعة المحتوى وحياتها متغيرة تماما. اختار المجال اللي عندك معلومات وخبرة ومهارة عالية فيه وابدأ فيه واعمل بيزنس واشتغل على تطوير نفسك في المجال وشارك جمهورك بخبرتك وبمعلوماتك. بس انت لازم تفهم صناعة المحتوى، تفهم عيوب الشغلانة، تفهم انك هتقابل ناس محبطين وسلبيين، ناس ما عندهاش لا ذوق ولا اخلاق ولا ضمير، هيشتموك. كل ما تنزل فيديو هتلاقي كده حد يطلع لك هيشتمك، هيجرحك بالكلام. فلو انت مش واثق من نفسك، انت هتقع من اول خبطة وهتكره صناعة المحتوى. صناعة المحتوى عايزة صبر. في البداية مفيش نتيجة واضحة انك هتنجح ولا نجاح